السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي المتابعين وأعزائي المشاهدين، اليوم إن شاء الله طبقنا كيك بالأناناس. بسم الله. نبدأ المقادير والمكونات: 6 بيضات، 7 ملاعق دقيق أبيض، ملعقة بيكنج بودر طعام، ملعقة صغيرة خل التفاح، نص كاسة سكر، بيالة حليب، نصف الملعقة فانيليا، نصف الكاسة سكر للكراميل، ربع ملعقة فانيليا للكراميل برضو، شرايح الأناناس، كاسة عصير أناناس. الحين نبدأ الطريقة. أول شيء كراميل السكر مع الفانيليا. الحين نضيف ربع الملعقة زبدة ولا سمنة. بعد ما كرملنا السكر حطينا ربع الملعقة سمنة، والحين بنحط قطع الأناناس. الحين كملنا نزين الأناناس على الصينية. الحين بنخلط البيض مع السكر مع الفانيليا كمان مع خل التفاح. بعد ما خلطنا البيض مع السكر والفانيليا، الحين بنضيف البيالة الزيت اللي هي ربع الكوباية، البيالة بربع الكوباية. كمان نضيف الحليب ونضيف البيكنج بودر. الحين بنضيف الدقيق. الحين كملت أخلط العجينة تبع الكيك. الحين بضيفه لقطع الأناناس والكراميل على الصينية. الحين أطلع الهواء بس منها شوية. الحين صارت جاهزة. أدخلها الفرن درجة الحرارة 180 وتقعد بالفرن 25 دقيقة. الحين طلعناها من الفرن واستغرقت 25 دقيقة. الحين بسقيها بموية الأناناس. الحين قلبناها بنشوف. بسم الله. الحين كمان نسقيها بنص كاسة حليب. بسم الله. نسقيها بحليب بدون سكر. الحليب. أحبائي المتابعين وأعزائي المشاهدين، الحين كملنا من عمل كيك الأناناس، وبالهنا والعافية.